أهلا بحضراتكم في أولى حلقات الجريدة الرسمية. الجريدة الرسمية هنتكلم فيها عن تاريخ مصر الجميل، تاريخ مصر الحديث اللي ابتدى من أول ثورة 1919. نحكي قصة كفاح شعب ونضال شعب، ونشوف انعكاس ده على الحاضر، انعكاسه على كمان المستقبل. احنا لما بنقرأ التاريخ مش عشان بس نحكي حكايات، لا، عشان نشوف ازاي المستقبل هيروح فين. هو التاريخ بيعيد نفسه ولا احنا اللي بنعيد التاريخ باننا بنعمل نفس الافعال ونفس التصرفات؟ قصة كبيرة، صراع كبير ما بين التاريخ وما بين الحاضر وما بين المستقبل. الجريدة الرسمية هتحاول تفك الشفرة دي، شفرة التاريخ المصري الحديث. خليني أبدأ معاكم بالحكاية الكبرى المؤسسة للتاريخ المصري الحديث للتغير في السياسة المصرية بالكامل، ثورة 1919. حكاية كبيرة جدا ولدت كل حاكم مصري، ولدت ثورة 1919، أسست لثورة 1952، هي مؤسسة بكل حال من الأحوال. القصة الحلوة دي بتبدأ بحكاية أحلى، ست مصرية جميلة، الجلابية المصري المعروفة الملس سنة 19. الستات كانوا بيتداروا في الوقت ده، في الوقت اللي فيه كل الستات بتتدارى، ست مصرية جميلة خرجت الشوارع عشان تخبط على طشت نحاس، عشان تقول وتحذر وتبلغ الناس ان احنا هنبدأ ثورة 1919 ماشية وسط الجنود الانجليز بكل شجاعة وبكل همة. هم ما يفهموش دقة الطبلة دي، لكن هي كانت بتدق على الطشت عشان تقول للناس حي على الجهاد، حي على الفلاح، حي على الثورة الجديدة اللي هتقوم في مصر وهتغير شكل التاريخ بالكامل. دايما عظيمات مصر وستات مصر دايما بيأسسوا للحظات الانتقال الكبرى. اللي عايز تقرأ تاريخ مصر طوف وشوف زي ما قالت الست في جنة بلادنا، واتفرج وشوف، اتفرج وشوف التاريخ ازاي حرك الحياة السياسية في مصر وازاي غير مجريات وشكل الحياة بالكامل. لما في ثورة 19 قررنا ان احنا نقول للانجليز كفاية وجودكم في مصر، كفاية الحماية البريطانية على مصر، ونطالب بالاستقلال للشعب المصري العظيم. دي كانت بداية حكاية جديدة فيها تقدر تشوف وتعرف بلدك اتحركت لقدام ازاي، تقرأ تاريخك عشان تقدر بعد كده تقرأ المستقبل. اللي حصل بعد ما خلصت الحرب العالمية اللي قعدت تقريبا 4 سنين، الحرب العالمية الأولى، حصل انه الرئيس الامريكي اتكلم ونادى بحق تقرير المصير للشعوب. مين التقط ده؟ التقط ده الساسة المصريين، التقط ده طبعا سعد زغلول ورفاقه. ايه ده في توجه جديد في العالم انه بعد ما انتهت الحرب احنا نقدر يبقى لينا حق تقرير مصيرنا، نبعد المحتل عن البلد، نبعد الانجليز، وكمان ممكن نفكر في شكل وسيطرة الحكم العثماني والتعامل مع السرايا في الوقت ده. الحرب العالمية الأولى خلصت، الرئيس الأمريكي اتكلم عن حق تقرير المصير، ومن هنا اندلعت الفكرة والشرارة الأولى عشان نبدأ فصل جديد من التاريخ المصري عن ثورة 1919. من ساعة ما ابتدت الحرب العالمية الأولى 1914 لغاية ما خلصت 1918 وإحنا المصريين بندفع فاتورة مالناش دعوة بيها، لا احنا طرف في الحرب ولا احنا شريك في الحرب، لا احنا مع ولا ضد، لكن عندنا احتلال انجليزي. يعني ايه دفعنا الفاتورة؟ يعني اجراءات قمعية. يعني ايه اجراءات قمعية؟ يعني بندفع فاتورة، ندفع فاتورة صعوبات اقتصادية، اجراءات قمعية، بلد في حالة حرب، في احتلال انجليزي، الانجليز بيحاربوا في الحرب العالمية، فاحنا طول الوقت بندفع الفاتورة. ارهاق شديد جدا على المصريين ومشاعر من الغضب بتتنامى لمدة 4 سنين واحنا بندفع فاتورة، والقصر ساعتها ساكت ومكتفي بالحماية البريطانية ومفيش اي رد فعل. من هنا كانت البدايات الشعبية الاولى ان احنا نبدأ نفكر هو احنا ليه ندفع ثمن حاجة احنا مش شركاء فيها؟ هو امتى احنا هنبقى بناخد قرارنا وبنملك قرارنا؟ امتى هنتملك بلادنا كمصريين
كانت الشرارة الإجراءات القمعية والأوضاع الاقتصادية اللي المصريين هبوا ضدها في ثورة 19. الإحساس الشعبي ده بالغضب المتنامي دفع القيادات السياسية إن هي تتحرك وتعبر عن الناس، وده دايما دور السياسي. فكان سعد باشا زغلول طبعا وعبد العزيز فهمي باشا وعلي شعراوي قرروا ان هم في وقتها يقابلوا السير وينجت اللي هو الحاكم البريطاني او المندوب السامي البريطاني على مصر، ويقولوا له احنا عايزين نروح لندن ونحضر مؤتمر الصلح، وان احنا نزور لندن ونعرض مطالبنا بالاستقلال، وكمان نحضر مؤتمر الصلح اللي موجود في فرنسا. وده كان برضو في الخلفية التصريحات للرئيس الأمريكي بعد الحرب العالمية بحكاية حق تقرير المصير، كانت جديدة وقتها ودفعت شعوب كتيرة إن هي تفكر إزاي إن هي تستخدم هذه الجملة بإنها تستقل بعيد عن كل أنواع الاحتلال اللي كانت موجودة في الوقت ده. المهم سعد باشا زغلول بهيئته الجميلة لبس بدلته والسديري والكرافتة طربوش، الهيئة اللي كلنا نعرفه بيها، ركب عربيته كان وقتها اللي نقدر نقول عليها حنطور، عربية بحصان، عشان يتوجه إلى السير وينجت. الحقيقة كان ده شكل المركبات وقتها، وسعد باشا زغلول بالحصان الواحد ده قدر ان هو يغير التاريخ المصري. احنا دلوقتي بندور على عربيات لغاية 200 حصان و180 حصان، لكن حصان واحد كان في عربية سعد باشا زغلول أدى إلى أنه يتحرك للقيادة البريطانية يطالب بالاستقلال. حصل شد وجذب كتير في هذه الجلسة، لكن في النهاية السير وينجت الحقيقة ما قبلش الطلبات دي ورفضها، وكان ده الديبيت أو الحوار ما بين القيادات وقتها. طيب لو السير وينجت ما قبلش العرض بتاعنا باننا نروح لندن او نروح فرنسا مؤتمر الصلح، هنعمل ايه؟ ده كان السؤال الكبير. في الوقت ده كانت الشخصيات اللي بنتكلم عنها شخصيات مستقلة الى حد ما، ففكروا انه ياخدوا معاهم شخصية حكومية. زي ما عرفنا كان كمال حسين رشدي ده كان شخصية حكومية موجودة، خدوها معاهم عشان يبقى يعني في تمثيل في جزء من الدولة. راحوا قعدوا مع السير وينجت. لما راحوا للسير وينجت طبعا بيكلمهم من حتة عالية، مندوب سامي بريطاني ومحتل البلد بقاله سنين طويلة، فبيكلمهم من حتة عالية، مش عاجبه كلام. انتوا مين؟ بتمثلوا ازاي الشعب المصري؟ شد وجذب زي ما قلنا. تخلص الحكاية على كده ييأس المصريين؟ لا، ما بتخلص، وبيفكروا في طريقة جديدة وبداية جديدة يعرضوا بيها طلباتهم. طبعا لما فكروا كتير يعملوا ايه، ازاي يعدوا المطب بتاع انت مين؟ انت جاي تكلمني باسم الشعب المصري ازاي؟ جت الفكرة العبقرية. الفكرة العبقرية هي فكرة جمع التوكيلات. الحقيقة الفكرة دي اتولدت لانه 3 كانوا محامين، كانوا خريجين كليات الحقوق، ومن اليوم ده الحقيقة ابتدى الارتباط ما بين خريجين الحقوق وما بين ممارسة العمل السياسي. فكروا انه ازاي نبقى بنعبر عن الشعب المصري، خلينا نجمع توكيلات من الناس بتقول ان دول ممثليننا، دول اللي بيعبروا عننا ودول اللي بيعبروا عن رأينا. دي كانت فكرة رائدة في التاريخ وجديدة، كانت في وقتها يونيك متفردة، محدش خالص عملها انه يلم توكيلات الشعب المصري عشان يعبر عن افكارهم. وهنا خرجوا من مطب انتوا مين وانتوا جايين تكلمونا بأي صفة. جننوا الانجليز، جننوا هنا وجننوا في انجلترا في لندن. والحقيقة كانت المسألة دي انهم حتى اتبعت خطاب من الحكومة الانجليزية للسير وينجت، انت ازاي تسمح بحاجة زي دي وازاي تتلقى طلبات وازاي تسمح ان ده يحصل؟ والحقيقة ما سمحش، هو الحقيقة تلقى، وده كانت رغبة عارمة وموجة عارمة كبيرة جدا من الشعب المصري انه ازاي يعرض طلباته بشكل مختلف. ما هو الشعب ده دايما مبتكر، يخرج حاجات كده جديدة في اوقات جديدة، والحقيقة بتبقى حاسمة. كانت فكرة التوكيلات لسعد زغلول ورفاقه فكرة حاسمة في مسار ثورة 19. الملحمة اللي سطرها الشعب المصري في التوكيلات اللي تمت بطريقة عشوائية، ناس بقت بتتحرك يمين وشمال في القرى والنجوع والصعيد وجه بحري، في كل حتة المصريين بيجمعوا توكيلات لسعد زغلول. المصريين بيقولوا لا، ملحمة كبيرة، لكن الحقيقة لم تقنع هذه الملحمة الإنجليز، وقرروا عدم سفر الوفد لإنجلترا. ولما ابتدى سعد زغلول ورفاقه يتحركوا
عشان يروحوا مؤتمر الصلح في باريس اللي هتحضره كل الدول اللي كانت في الحرب العالمية الأولى المشتركة فيها. في الوقت ده الإنجليز لما كان في تحركات عشان يروحوا لندن قدروا يمنعوها، لكن ابتدوا يلمحوا تحركات إن الوفد يروح مؤتمر الصلح في فرنسا. هنا خدوا قرار مباشر بنفي سعد زغلول ورفاقه في مارس 1919 لجزيرة مالطا، ودي الحقيقة كانت أول حادثة من نوعها. من اليوم ده وشرارة الغضب الكبرى انطلقت في كل ربوع مصر، وأصبح سعد زغلول أيقونة كبيرة جدا. اتحركت التحركات في كل مكان، نادوا بالاستقلال، صمموا على أنه طلبات ثورة 19، صمموا على حق تقرير المصير، صمموا على الاستقلال التام أو الموت الزؤام، الشعار اللي اترفع من أول يوم. ومن هنا كان نقطة تحول كبيرة وبداية النجاح الحقيقي لثورة 1919 وكتابة سطر جديد في التاريخ المصري بيعبر عن كرامة وعزة المصريين. أهلا بيكم في صفحة جديدة من صفحات الجريدة الرسمية. كنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ثورة 19، النهاردة بنكمل وبنتكلم عن الظاهرة الأيقونة الجديدة اللي كانت جديدة في واقع السياسة وقتها، ظاهرة جمع التوكيلات، واللي بتعرفك قد ايه المصريين دول مبتكرين ومبدعين، ازاي بيحبوا بلدهم، ازاي بيلتحموا مع قيادتهم الوطنية. بطبيعة حال اي احتلال واجه المصريين بالرصاص، لما قرروا يغضبوا للي حصل مع سعد زغلول ورفاقه سقط الشهداء، لكن دمائهم وحدت الصفوف في الجنازات والمظاهرات. اطلق المصريون في وسط الاحداث كلها الشعار الوطني الأعجوبي اللي مازال بيعيش بينا لغاية دلوقتي: يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب. كمل معايا بقى علشان اللي جاي هيخليك تشعر بالفخر والمحبة والتسامح والوحدة الوطنية قولا وفعلا. واللي ارتبط بإطلاق شعار يحيى الهلال مع الصليب الرد على محاولات الإنجليز بمحاولة الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين. انتوا عارفين ان مسألة استغلال الأقليات دي مسألة قديمة بقت مستهلكة، بس بيستخدموها من زمان الإنجليز. انه كانوا بيستغلوا بعض الحوادث الفردية، بس كان الرد العملي بخطبة الشيخ مصطفى القاياتي في قلب البطريركية المرقسية بكلود بيك في الوقت ده، ليطلق نداء حي على الثورة، حي على الثورة، زي ما قالت المصادر التاريخية. تعرفوا الأذان بيقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولكن أذان الثورة كان حي على الثورة. ولم تكن خطبة القمص سرجيوس في الجماهير في أكتر من موقع، منها منبر الجامع الأزهر الشريف. تخيلوا معايا عظمة المصريين لما قمص مسيحي قائد في الكنيسة، قس كبير، يخطب على منبر جامع زي الأزهر. كان القمص سرجيوس خطيب مفوه، وتردد كمان ان سعد زغلول من كتر اقتناعه بسرجيوس اطلق عليه لقب خطيب مصر، وكمان قال عليه خطيب الثورة الاول. خطب سرجيوس من الازهر، ونقلت مصادر تاريخية انه اعلن من منبر الازهر الشريف انه مصري اولا ومصري ثانيا ومصري ثالثا، وان الوطن ما يعرفش مسلم ومسيحي، يعرف بس مجاهدين من غير تمييز بين عمامة بيضة وعمامة سودة.